السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نعمل اشارككم الغدا بتاعي النهاردة. هي اكلة كده محببة عند معظم المصريين، ملوخية ورز بالشعرية وفراخ. بس قبل ما نبدأ نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعي لاخواتنا في غزة كده ربنا ينصرهم قريبا. اللهم امين يا رب، عاجلا غير آجلا. ويا ريت نكثف دعائنا لاخواتنا يا جماعة. اول حاجة معايا هنا الفراخ كنت نقعاها في مية بملح بليمون ودقيق، معلقتين دقيق، ما بحطش خل عشان الحاجات دي بتشيل الزفارة كويس جدا. فهعمل لها كده خلطة كده بحشيها بين الجلد واللحم كده، بصلاية وطماطماية هبشرهم بالمبشرة. الخلطة دي بتطعم الفراخ جدا يا جماعة، وبتخلي الشوربة كمان طعمها حلو جدا. ببشر الطماطمايه مع البصلايه وبحط بس فلفل اسود وبهارات فراخ وشوية ملح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت يا جماعة ندعي لاخواتنا دايما، ما فيش في ايدينا حل غير الدعاء. والله يعني احنا نفسيتنا تعبت من اللي بيحصل، بس في ايدينا ايه نعمله؟ ربنا يفك كربهم يا رب، لان احنا يعني ربنا يعلم احنا نفسيتنا عاملة ازاي بسبب اللي بيحصل ده. لان طبعا اخواتنا ربنا ينصرهم يا رب قريبا يا رب، ويزيح الغمة يا رب. هنا انا بفرغ كده بين الجلد واللحم وبفتح بالسكينة كده فتحات في الوراك وفي الصدور، وبحشي كده الخلطة بتاعتي. هي أكلة طبعا بسيطة وناس كتير طبعا بتعملها، بس في ناس معانا مبتدئين، فحبيت أشارك أكلتي كده معاكم النهاردة. يا رب الفيديو يعجبكم إن شاء الله، وتحطوا لي لايك كده ولو مش مشتركين تشتركوا، وشير وكومنت حلو زيكم. كنت في الوقت ده حاطه ميه تغلي على النار. انا ساعات بشوح الفراخ كده من قبل الاول يعني، في معلقه زبده او حاجه مع حبهان ومستكه. بس المره دي حطيت الميه تغلي على النار عادي، ممكن كده وممكن كده، مفيش مشاكل. والخلطه دي ما بتطلعش من الفراخ يعني وتقع في الشوربه، يعني تخافوا كده ان هي تقع في الشوربه، لا ما بتطلعش. اهم حاجه نحط بين اللحم كده وبعضه من الخلطه بطعمها وبتديلها طعم حلو جدا. وهنا كانت المية غلت معايا، هحط البصل المتقطع وورق لورا وحبهان. الحبهان حطيته في الخلة كده زي ما وريتكم قبل كده في وصفة قبل كده، عشان ما يتوهش كده في الشوربة ويجي معانا في اي حاجة. حلوة جدا الحركة دي. حطيت ورق لورا وحبهان وشوية بهارات وفلفل اسود. هنا بوريكم ازاي الخلطة شكلها عامل ازاي في الفراخ. لايك يا جماعة للفيديو، ما تنسوش اللايك. وبحط طماطم ضربها في الخلاط وبغطي عليها. وهنا هعمل رز بشعرية. انا بحب الرز بشعرية يكون الشعرية بتاعته كتير، كمان عشان نوفر في الرز شوية، بس هو الشعرية بتاعته لما بيكون كتير بيبقى حلو جدا ومفلفل. انا حطيت بس زيت وحتة سمنة صغيرة، وباجي في الاخر بعد ما بحط المية بتاعة الرز بحط الزبدة بتاعتي. لما بتحطيها في الاخر كده بتبقى حلوة جدا، بتدي ريحة وطعم حلو. وحطيت الملح المظبوط هنا وقلبت مع بعض، وباخد بدي الرز كده تشويحة قبل ما احط المية. وهنا مية سخنة مغلية. وبعدين بحط معلقة كبيرة زبدة في الوقت ده كده، لما كله بيغلي مع بعضه بتدي طعم وريحة، تبقى ريحة الرز مالية البيت. طبعا سمنة بلدي بقري. وهنا الرز كان خلاص قرب يستوي يعني، او استوى تقريبا. شايفين شكله؟
وهنا الشوربة بتاعتي كنت هعمل بقى الملوخية. كنت في الوقت ده في اليوم ده كنت جايبة ملوخية برضو عشان افرزها، لان اللي عملتها قبل كده ما كانتش كتير. وخدت من الخلاط كده على طول على الحلة، خضرة وجميلة ما شاء الله. يا دوب بس اول ما تيجي تبتدي تغلي كده هشيل من عليها الرغاوي البيضة الريم ده. وقولولي بقى في الكومنتات بتحبوا الملوخية بالرز ولا بالعيش ولا ايه؟ طبعا معتاد ان احنا بنحب الملوخية بالعيش وودن قطة كده ونغمس يعني. بس بصراحة برضو لما جربتها بالرز بشعرية، في ناس كتير برضو بتحبها بالرز، بس مع الرز بشعرية مع الفراخ بتبقى ليها مذاق تاني بصراحة. جربوها تعجبكم. وحطيت هنا لقيت الملح بتاعها شوية، حطيت مكعب مرقة بتدي برضو طعم حلو للملوخية. وهنا هعمل الطشة بتاعتي، معلقة زيت مع معلقة زبدة مع نص معلقة توم مفروم. وبعدين بحط كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة اول ما تيجي تحمر كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسول كده واستغفروا، صلوا على رسول الله كتير بنية نصر اخواتنا ان شاء الله. وهنا بطش طشة الملوخية معانا، والريحة في الوقت ده طبعا انتوا عارفين بتبقى عاملة ازاي ما شاء الله يعني. طبعا ما بنغطيش الملوخية يا جماعة. وهنا الفراخ بتاعتي كانت استوت وخلاص هشيلها من الشوربة. بوريكم الحبهان اللي هو زي ما هو يعني. وهنا بقى بحمر الفراخ بتاعتي، وكانت السفرة بتاعتي خلصت. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو حطولي لايك. بحبكم، مع السلامة.